السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم فيديو جديد. قرارات عاجلة جدا من وزير التربية والتعليم، ولسه حالا وزير التربية والتعليم مطلع القرارات دي، فما تنساش تضغط لايك تقديرا ودعما للمتابعة المستمرة. طيب، دكتور طارق شاه وزير التربية والتعليم أكد وقال إنه مفيش مجال هذا العام لأداء أي امتحانات من المنازل. طيب، قطع كده الإيه الكلام، وجاب الناهية وجاب الرسمية وجاب الحاجة الأخيرة. وأي كلام أنا كنت بقوله منقول عن مصادر من داخل الوزارة، سواء كانوا معلمين أو موجهين أو كده، كل الكلام ده كان بيتقال لي كده وخلاص. ده اللي اتضح لي يعني، وبعد كده مش هعتمد عليهم تاني يعني. واعتمد على كلام دكتور طارق شوقي فقط، اللي هو بيقول إن امتحانات لن تقام في المنزل هذا العام، ولا أولى ثانوي ولا تانية ثانوي ولا أي حاجة. كما أنه لا مجال لاستبدال الامتحانات التحريرية بالأبحاث لأي صف من الصفوف الدراسية. تمام الناهيه. واحده واحده بقى عشان نعرف الامتحانات تتحط ازاي وتبقى امتى. وزير التربيه والتعليم قال انه لا تراجع عن عقد امتحانات تحريريه حضوريه للجميع، وذلك تفاديا الغش والعمل الجماعي وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص في تقييم الطلاب المدارس. وكان أصدر الدكتور طارق شاه وزير التربية والتعليم كتاب دوري بتاريخ اللي هو 2012 النهارده بشأن نظام التقييم والدراسة خلال الفترة المتبقية من الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2021. الكتاب ده نص على الآتي بقى: حرصا وزارة التربية والتعليم الفني على مصلحة الطلاب بجميع مراحل التعليم قبل الجامعي، بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي، ولكي يتمكنوا من مواصلة عملية التعليم في الفترة المتبقية من الفصل الدراسي الأول باستخدام مصادر متنوعة للتعلم الذاتي، والتي منها قناة مدرستنا ومدرستنا 2 وبنك المعرفة ومنصة ذاكر والمنصات دي كلها. الكتاب بقى تضمن ايه بقى اللي المفروض هيقوله وهنمشي عليه لاخر الترم ده؟ قال: عدم احتساب الايام الباقيه من الفصل الدراسي الاول ضمن غياب او ايام الغياب لمن يرغب في ذلك، مع استمرار فتح المدارس امام الطلاب الراغبين في الحضور، واستمرار العمل بمجموعات التقويه اللي هي مش موجوده اصلا. على المدرسه توجيه الطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الاعدادي لمتابعه قناه مدرستنا 1، وطلاب المرحله الثانويه لمتابعه قناه مدرستنا 2، واعلامهم بمواعيد بث القنوات التعليميه لمتابعه مراجعه المناهج الخاصه بهم، بالاضافه الى مساعدتهم في الدخول على المنصات الرقميه الخاصه بهم. تاني، استمرار الدراسة لمدة 3 أسابيع من اليوم، على أن تكون امتحانات الفصل الدراسي الأول لصف النقل بدءا من يوم الأحد الموافق 10 يناير 2021 وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول، ليكون هناك مساحة كافية لإعداد جداول امتحانية تتيح تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال التباعد الاجتماعي بين الصفوف. امتحاناتكم تكون 10 يناير، اي صف بقى اعدادي ثانوي اي حاجه من الصفوف دي، من 10 يناير وانت طالع هيكون الامتحان بتاعك. يكون تقييم الطلاب طبقا للمحتوى المقرر حتى نهايه الفصل الدراسي الاول كاملا. يعني قرارات، يعني انا شايفها مش في مصلحه الطالب خالص، بس ما علينا. خلال اختبار تحريري وفق مواصفات الورقة الامتحانية المعدة لذلك سلفا بلجان امتحانية مراقبة ومؤمنة. لازم كمان يكون في لجان، سواء أولى ثانوي تانية ثانوي تالتة ثانوي أي مرحلة دراسية، من الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي تعقد الامتحانات على مستوى المدرسة، والصف الثالث الإعدادي تعقد الامتحانات على مستوى المديرية، وتعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيا حسب جدول سوف تعلنه الوزارة لاحقا. هنبقى نشوفه بقى بعدين ده. وده الجدول ده هيكون على مستوى الجمهورية على فكرة، مش هيكون بس على مستوى المحافظات والكلام ده كله. جدير بالذكر طبعا دليل المعلم للصفوف من كي جي لحد الصف الثالث ابتدائي، موقع رسمي الوزارة حتى يسترشد به السادة أولياء الأمور الراغبين في مساعدة أبنائهم الراغبين في البقاء في المنزل. جدير بالذكر ان الصفوف من الاول حتى الثالث ابتدائي يتم اجراء امتحانات لها طبعا، وانما تتم باستخدام نظام التقييم بناء على قياس الاداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ من خلال المهام الفرديه والجماعيه بنوعيتها الشفهيه والتحريريه والمهريه باستخدام الاداء المتدرج. طيب، ملخص ايه عشان نبقى عارفين راسنا من رجلينا؟ امتحانك هيكون من 10 يناير ايا كانت سنتك الدراسيه، من رابعه ابتدائي لحد ثالثه اعدادي وكمان اولى ثانوي وتانية ثانوي معاهم. هيكون امتحانك من البيت، من المدرسه اسف، هيكون من المدرسه في لجان بشكل تحريري، مفيش ابحاث، مفيش امتحانات من المنزل، مفيش اي حاجه. اي مصدر تاني يقول لك اي حاجه غير كده ما صدقوش. رفع الغياب ده قرار نهائي، مش هيكون في غياب خلاص. عايز تروح مدرسة براحتك، مش عايز برضو براحتك. مدرسة هتفضل مفتوحة لكن الغياب مرفوع، الغياب مش هيتحسب يعني. ده كل اللي كان جاء من قرار دكتور طارق شوقي حالا، من ما فيش يعني. لو عايز تتابع كل جديد ما تنساش تشترك في هذا الجرس عشان يوصلك كل جديد. نشوفك فيديوهات جايه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنساش تقول لنا في الكومنتات ايه رايك في القرارات.